اول مره اعمله بالطريقه دي ومش اخر مره. طريقه النهارده اختراع بجد، طعم جديد هيبهركم. اول حاجه بجيب البتنجان، ببدا اشيل الجزء الاخضر ده وبفتحه بالسكينه، ونبدا نحمره في الزيت عادي جدا زي ما انتم متعودين، وهحمر معاه فلفل، وده طبعا على حسب الرغبه. دلوقتي معايا كده في الكبه فصوص من الثوم، ومعايا فلفل رومي سواء بقى اخضر احمر على حسب طبعا المتوفر عندك. وهبدا دلوقتي اضيف عليه معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكزبره الجافه، ومعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، وعصير ليمونتين كبار، وهضيف معلقه كبيره من الخل، ونبدا نفرمهم كويس جدا معانا في الكبه بحيث نوصل للقوام اللي هتشوفوه ده. ودلوقتي معايا كده في طاسه معلقه كبيره من الزيت، هضيف عليها طماطميه مبشوره وعليها نص معلقه صغيره من الملح، رفعتهم على النار يغلوا بالشكل ده بحيث الطماطم تتسبك معايا. وبعد كده ضفت لها الخلطه اللي انا ضربتها في الكبه، ورفعتهم على النار ياخدوا كده غلوتين مع بعض، وكده الخلطه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. وده الاختلاف بقى عن اي طريقه جربتوها قبل كده، بجد طعم الخلطه دي مختلف تماما وحلوه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. حشيت البتنجان بتاعنا وده كده شكله. اتمنى تجربوا الطريقه دي، ومستنيه رايكم في الكومنتات، واتمنى تشيروا الفيديو ده.